زي ما ذكرتني بقصة في حقوق الناس، حقوق العباد اللي يقترفها بعض الخلق يعني على أخو له مسلم ثاني، وهي بسيطة ترى أحيانا قد تكون في نظر الجميع بسيطة. نقولها في لحم ذكر الله وصلى على النبي، اللهم صل لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا رجال طوى أعماركم من أهل اليمن، من أخواننا في اليمن، تقريبا في التسعينات الهجرية أو حول، جاء للسعودية يشتغل. المهم الأمور بسيطة وسهلة وفيه نهضة عمرانية مثل ما أنتم خابرين هكا الحد. حط له الرجال هذا معمل بلك يعني بسيط وفيه الطلب واجد، وفعلا والله ما شاء الله بيع، شغل 3-4 من جماعته وما شاء الله لا إله إلا الله ما عاد يوقف الطلب. بعد فترة انتبهوا التجار وقاموا يفتحوا مصانع بلك ومعامل بلك كبيرة، فتوزع الشغل. صار المعمل البلك هذا ضعيف، ما عاد الناس تطلب منه. صاروا يعتمدوا على الله ثم على المصانع الكبار. بعد فترة والله ما ماش دوبرت كحلها ما يسد عينها على ما قال. جاء هاك اليوم واحد من جماعته يسيرن عليه ويسلم عليه، لا والله نيكش الذبان ما ها يا فلان ايش بك؟ ايش مالك؟ قال اليوم يوم هذا امس الفلاني قال قال والله يا ابن الحلال من اول حنا محصلين خير وعند مال وشغل، وهالحين كثرة المصانع ما عاد راحت. قال انت غشيم، انت ما تفهم، ايش عرفك بالتجارة؟ كان قعدت في اليمن بس. قال ليش؟ قال يا مجنون اشتغل زي ما يشتغلون الرجال. قالوا كيف الرجال يشتغلون؟ قال كيف؟ قال يا اخي اللي يجي يشتري منك 3 سيارات 2 سيارات بلك بيقعد يعدها، خلاص إلا بعتها 5000 بلكة، سجل الفاتورة ب5000 وحطها 4000 وطشت في بحر ما بدار عنها وبيعمر بيتين. قال شلون بس هذا غش؟ قال يا ابن حلال هذه شطارة، هذه شطارة. هو مفرط، ليش ما عد؟ خله يعد، اللي يعد عطى حقه، اللي ما يعد هذا مفرط. كيف؟ قالوا كذا. قال خلاص كذا تدخل مخبات قيمة 1000 البكة وهي عندك، خلك صاحي زي اللي كازي. جاء الأول من بكرة يطلب 2000 بلكة، قال ابشر تجيك، سجل الفاتورة 2000 بلكة، روح له 1500 بلكة. جاء الثاني مثل، جاء الثالث سوى نفس الطريقة، لكن الثالث صاحي زي ما تقولون الربطة 100 بلكة مثلا. زين، يوم وصلت السيارات ونزلت البلك، عد كم ربطة وضربها في عدد في 100 طلعت ناقصة. عود جاك يزبد ويرعد، يا السرق الحرامي اللي فيك ما ليس. قال لا وش فيه؟ قال انا هذه فاتورتي ومحاسب كمس وتقول تجيك بكرة وهالحين ما جتني ناقصة. قال غلطة عمال، الله يهديه السواق، روح لواحد ثاني زبون ثاني. لا ما على هذا تجيك اليوم، استرنا بس غلطة اسفين كذا. فعلا روح له البلك الناقص، قعد مع نفسه قال انا وش للغش؟ انا ما تعودت على الغش، وهذا فكني الله منها. لو جاب لي الشرطة والله اني لنرمي في السجن. تدري يا ولد، اترك الداب واشترته، هالمصلحة قفلت ما عاد فيها خير. وهو يقوم ويقبل هذا ويخلص ويبيع معداته ويسرح عماله ويروح للبطحة ويتقضى ويروح لليمن. قال خلاص يعني قد عينت خير وخلاص راح. خذ عقب هالكلام طول أعماركم 20 سنة. كبر الرجال في السن وحالته المادية لا بأس فيها وعياله كبروا. قال أنا حجيت ودي أحج وقدمت كذا مرة، هالسنة بقدم، استعان بالله وقدم دقة والقرعة طلعت عليه. مع من طلعت عليهم يعني هي ياخذون مجموعة. فرح فرحة عظيمة وراح للحج وحج وعود. هو ساكن في شمال صنعاء. وصل بيته وما أخذ له يجي له 15 يوم 20 يوم اموره زين ومبسوط بالحج. يوم امسى هاك اليوم وهو اشهد ان لا اله الا الله يرى فيما يرى النائم. اسمعوا الرؤيا سبحان الله العظيم عجيبة. يقول رأيت خير اني مت،
بس أنا ما مت.